ايه رأيك ان رمضان ده ما يكونش بس متابعة لحلقات بيزنس على السريع ويكون مكسب ليك؟ ممكن تكسب ايه؟ ممكن تكسب كتاب عن الكونسيومر بيهيفير او سلوك المستهلك، وده باللغة الانجليزية. ممكن تكسب كمان ايه؟ ممكن تكسب مجلة عن توقعات 2026 في البيزنس والاقتصاد. مش بس كده، ممكن تكسب كمان جايزة نقدية 1000 جنيه، وده كله للفايز الأول اللي هيشارك بقوة وفعالية في المسابقة. رمضان ده عاملين تحدي مختلف على الحلقات، حصري من الحلقة 39 لحد آخر حلقة في الشهر المبارك. بس عشان تشترك في المسابقة لازم تكون عامل شوية حاجات. أول حاجة إنك تكون عامل سبسكرايب أو اشتراك للقناة. تاني حاجة إنك تكون بتشارك في استطلاعات الرأي اللي بتنزل على القناة، سواء على سيكشن البوستس أو على الحلقة نفسها. تالت حاجة انك تجاوب على سؤال الحلقة وتكتبه في كومنتس، مش بس انك تكتب الاجابة الصح، هو ده اللي احنا عاوزينه. احنا عاوزين مشاركة فعلية، انك تشارك معلومة اضافية زيادة تكون added value او ليها قيمة مضافة للحلقة اللي موجودة وما اتذكرتش المعلومة دي في الحلقة. تاني حاجة ممكن تكون ان انت بتعمل كومنتس على تجربة شخصية او عملية قابلتها في شغلك او في البيزنس بتاعك او مع العملاء بتوعك، من غير طبعا ذكر اسماء العملاء ولا ذكر اسماء الشركات. احنا مش عاوزين مشاركة بكومنت واحد، احنا عاوزين مشاركة فعلية وحقيقية. المسابقة هتبدأ من اول يوم رمضان لحد اخر يوم في الشهر المبارك، والاعلان عن الفايز هيكون بعد العيد ان شاء الله في فيديو رسمي على القناة. لو ناوي تشارك فعلا في المسابقة اشترك دلوقتي في القناة، فعل زر الجرس واستنى الحلقات من اول 39 لحد اخر حلقة في الشهر المبارك، وشارك بقوة وفعالية في الكومنتس على الحلقات. وافتكر ان كل ما كانت مشاركتك قوية كل ما كان فرصتك في الفوز اكبر. ورمضان كريم عليكم.